بعد فوز الزمالك على ديكي دهب ب6 أهداف، من الوهلة الأولى كده هتحس إن لعيبة الزمالك عملوا شيء تاريخي أو مباراة عالمية مثلا، فكان لازم أتفرج على المباراة دي تاني لأن كنت مفكر زيك كده. ومع مراجعة المباراة تاني ومع التركيز على التفاصيل وتحديدا التفاصيل الدفاعية، اكتشفت إن الزمالك قدم مباراة أقل ما يقال فيها إن حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش قدموا كوارث دفاعية. وطبعا حضرتك مش هتاخد بالك من الكوارث دي بسبب حاجتين. اول حاجه وهي ان فريق ديكي ده فريق ضعيف هجوميا وما عندوش لعيبه تقدر تستغل الكوارث دي. وتاني حاجه انك اوريدي مسجل 6 اهداف وما دخلش فيك اهداف، فطبيعي انك ما تهتمش بالجانب الدفاعي. بس انا بقى اهتميت وجاي لك النهارده بحالات وتفاصيل بكرم من ربنا محدش هيقولك عليها غيري. هكلمك عن كل حاجه، بس قبل ما نبدا كلامنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه، واشترك في القناه. عاوزين نوصل 20,000 مشترك إن شاء الله قبل يوم 29/11 اللي هو عيد ميلادي. بص بقى يا معلم، أول حاجة غيرها يانيك فيريرا عن الماتشات اللي فاتت هي شكلنا أثناء الضغط. يعني مثلا من أول الموسم بنشوف يانيك فيريرا بيضغط بطريقة 4-4-2 زي ما هو واضح قدامك كده. بس خلي بالك، هو لما كان بيضغط بالطريقة دي ما كانش بيقابل من التلت الأخير. يعني إيه؟ يعني بيضغط باتنين لعيبة من قدام ومأخر باقي اللعيبة بحيث يعملوا عمق في نص الملعب. انما بقى في مباراة دي كدهها فلا، هو اولا اعتمد على اسلوب اللعب 4-1-3-2 اثناء الضغط. خوان بزيرة واحمد حمدي وشريف، وقدامهم ناصر ماهر وعمرو ناصر، كلهم بيقابلوا من التلت الاخير. ركز في دي كويس، انت كده عندك 5 لعيبة في التلت الاخير من الملعب. طيب انا ليه بقى بقولك الكلام ده؟ لان يانيك فيريرا اولا عارف ان فريق دي كدهها بيحضر لعب ومش مميز في الموضوع ده، فكان بيحاول يستغله وبالفعل استغله في الهدف الثالث. وثانيا ان فيريرا اخد ريسك كبير جدا بالاسلوب ده، بمعنى ان لو لعيبه ديك ده طلعوا بالكره بشكل صحيح هيضربوا 5 لعيبه من الزمالك مره واحده، وبالتالي نص ملعبنا هيكون مستباح. بس ده ما حصلش بفضل احمد ربيع اللي كان لوحده حرفيا في نص الملعب. احمد ربيع تقييمي ليه كان 8/10، وهو كان اعلى لاعب بعد بيزيرا بسبب الموضوع ده. كان قافل نص الملعب بشكل كويس، وغير كده ذكي جدا في تحركاته. بس تعالى بقى نروح لاخوان بزيرة ونشوف اللي حصل معاه، وهل السلبيات اللي كانت بتحصل في الماتشات اللي فاتت دي لسه مستمره لحد دلوقتي. مبدئيا عايز اقول لك ان اخوان بزيرة من احسن اللعيبه اللي شفتهم في حياتي، بيعرفوا يخلقوا مساحه لنفسهم. دايما هتلاقيه موجود في مساحه كبيره، وده طبعا مش هيحصل في الدوري لان بكل تاكيد هيبقى عليه رقابه مان تو مان. خوان بزيرة مش محتاج من اللعيبه غير انها تبقى شايفاه طوال الوقت. فاكر لما كنا بنقول باص لصلاح؟ اهو احنا عايزين بقى نباص لبزيرة. حسام عبد المجيد وبزيرة كان في بينهم ثنائيه في المباراه، وخاصه في الشوط الاول. اول ما حسام بيبقى معاك كوره اول واحد بيدور عليه هو بزيرة، عشان بالفعل يلاقي اخوان دايما بيطلب منه الكوره. ومع الاسف الفكره دي اتنفذت حوالي 4 مرات وما نجحش منهم غير كوره او 2 بسبب عدم وجود دقه في الباص من حسام. فاكرين لما كلمتكم في فيديو مباراه غزل المحله وقلت لكم ان اللعيبه قصده انها ما تلعبش مع بزيرة؟ المره دي الموضوع بيتكرر تاني بس بنسبه اقل شويه. يعني بنشوف عمر جابر هنا كان ممكن يحط الكره في مساحه لبزيرة، بس هو اختار العرضيه. حسام عبد المجيد هو كمان ما بصش على بزيرة ولعبها لسيف الجزيري. ناصر ماهر هو كمان الكره دي ما لعبهاش لبزيرة ولعبها لعمر جابر، رغم انه لو كان حطها لبزيرة بشكل صح كان هيروح انفراد. نيجي مع حاله تانية لناصر ماهر. لك ان تتخيل عزيزي الزملكاوي ان الكره دي نصر ولا لعبها لبزيرة ولا حتى لاحمد حمدي، هو اخد الكره ودخل بيها في الزحمه. طب طالما هجوميا مش نافع يا عم ناصر، يبقى نيجي بقى لادوارك الدفاعيه، لعل وعسى تكون قدمت شيء مفيد. الكره دي كانت هجمه مرتده، فتوح قطعها وطلعت اوت، فاحمد فتوح بيطلب من ناصر ماهر انه يمسك اللاعب اللي قريب منه، او على الاقل يعني يشارك في اللعب. كذلك احمد شريف هو كمان بيطلب من ناصر ماهر انه يرجع يساند دفاعيا. بس ناصر ماهر ما بيسمعش كلام فتوح، ما بيسمعش كلام احمد شريف، وفضل واقف في مكانه لحد ما الكره فعلا اتلعبت للاعب اللي كان المفترض ناصر ماهر يكون مراقبه. وعشان اللي قلته لك في الانترو دي كده ما عندهاش لعيبه تقدر تستغل الكلام ده، الكره دي بتتلعب عرضيه رغم انها لو اتحطت للاعب اللي في المساحه ده كان راح شبه انفراد. بس كالعاده الكره بتعدي وناصر ماهر ولا كأنه عمل حاجه، وكل ده بيتردم تحت مسمى الفوز ب6 أهداف. وفي الحقيقه ما كنتش قادر استوعب ان صانع الالعاب بتاعي مش مشارك في ولا هدف من ال6 غير لما شفت المباراة تاني. طب نيجي بقى للسؤال الأهم دلوقتي، هل لو احنا كنا بنلاعب فريق غير دي كداها
يعني فريق عنده لعيبه وعنده كواليتي وقادر انه يستغل الاخطاء دي. هل كان ممكن يسجل فينا اهداف؟ خلينا اقول لك عزيزي الزملكاوي انه ما كانش بس هيسجل فينا اهداف، ده كان ممكن يكسب. ومش عايزك تحس اني ببالغ في الوصف ده، خليني اعرض لك الحالات وانت احكم بنفسك. خطأ كارثي هنا من فتوح بينتج عنه المنظر اللي قدامك ده. مهاجم بيسبق حسام عبد المجيد فبينتج عنه المنظر اللي قدامك ده. وخطأ كارثي من صبحي هنا برضه بينتج عنه المنظر اللي قدامك ده. ده غير بقى الثغرات اللي في خط الدفاع. لو دي كده كان عندها بني ادم واحد بس بيعرف يعمل سيرفيهات متقنه او حتى بيعرف يلعب كرة قدم، كنت هتشوف مش اقل من 3 او 4 اهداف. وبالمناسبه يعني الاسهم اللي انا عاملها لك في الحالات دي ده القرار السليم، ده اللي كان المفترض يحصل. بس بسبب ضعف الكواليتي اللي في الفريق زي ما قلت لك ما شفناش اي حاجه من دي، الحمد لله يعني. وخلي بالك مش اي حد هيطلع يقول لك على الكوارث دي واحنا كسبانين 6، لان زي ما قلت لك كده كل ده بيتردم تحت عنوان الفوز او المكسب. نيجي بقى مع اخر حاله معانا النهارده وهي مضحكه شويه، بس قبل ما اقولك عليها عايزك تنزل تعمل لايك للفيديو ده لو لسه ما عملتش. نفسي افهم مين اللي اقنع فيريرا واللعيبه والراجل اللي واقف ورا الكاميرا ان الركنيه دي ممكن تيجي جول. يعني مين اللي اقنع فيريرا ان التمركز ده ممكن نسجل منه؟ بصراحه شيء غريب جدا، وشيء اغرب لو انت مستني ان لاعب يسجل براسه وهو واقف على حدود ال 18. يعني بصراحه شيء عمري ما شفته في العالم. والله العظيم نفسي بقى نستغل الركنيات والكرات الثابته والحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها بره دي، وعمر جابر يعمل عرضيه صحيحه. بس مش عايز اكتر من كده. هي مباراه الزمالك سجل فيها 6 اهداف، بس ده كان بسبب ضعف الخصم مش بسبب جمدانك، واكدت لك الكلام ده من خلال الحالات اللي عرضتها لك. لو كنا بنلعب قدام فريق منتصف جدول في الدوري بالمنظر ده فقولا واحدا كنا هنخسر او هنتعادل. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي نزل بعد المباراه على طول ان كان في شويه سلبيات يانيك فيريرا بالفعل عالجها الحمد لله، بس من الواضح ان في سلبيات اكبر ظهرت. الونش لازم يريح شويه، عبد المجيد لازم يتباع برقم محترم في يناير، محمد اسماعيل ما ينفعش ابدا يقعد على الدكه لاي لاعب من دول. للاسف احنا عندنا مباراه قويه جدا مع البنك الاهلي، سيبك بقى من ديك ده لان احنا خلاص صعدنا. عندنا مباراه في الدوري صعبه جدا قدام البنك الاهلي مع مدرب محترم مع لعيبه وكواليتي وفريق عنده سكواد. زي ما قلت لك انا خايف جدا من مباراه البنك الاهلي دي، لان واضح ان شكلنا مش مبشر، وحتى شكلنا الدفاعي واللي كنا بنتباهى بيه في الفتره اللي فاتت وكنا بنقول احنا عاملين كذا كلين شيت ورا بعض او على التوالي، حتى ده كمان ما بقاش موجود. اتمنى من فيريرا انه يبدا يبني على الايجابيات اللي كانت موجوده ويعالج السلبيات. مش كل مباراه انا هطلع بسلبيات اكتر من اللي قبلها. اتمنى ان اكون قدرت اقدم لك شيء يفيدك في المقام الاول ويمتعك في المقام الثاني. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وحط كومنت لاخوك. كان معكم ادي هشام، مع السلامه.